اهتز دوار دار الغابة بجماعة بني أحمد الشرقية التابعة لإقليم شفشاون أمس الأربعاء على وقع جريمة قتل مروعة ارتكبها شخص مختل عقلي في حق معلم متزوج وأب ل3 أطفال. وحسب المصدر فإن تفاصيل الواقعة تعود عقب قيام مختل عقلي في حالة هستيرية بتوجيه ضربة قاتلة للضحية بواسطة السلاح الأبيض على مستوى البطن، أصيب على إثرها بجروح بليغة ولفظ أنفاسه الأخيرة. وفور علمها حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي بني أحمد التي فتحت تحقيقاً في خلفيات وملابسات الجريمة، وقد ألقوا القبض على المختل العقلي الذي يعيش في وضعية شارع، واقتادوه إلى المركز الترابي للدرك الملكي، وقد تم وضعه تحت الحراسة النظرية. هذا وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بشفشاون من أجل التشريح لمعرفة أسباب الوفاة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة.